لقد شيعني الحسين. إدريس المغربي المستبصر الحسيني مغربي، وكان عايش في بيئة مو مخالفة لأهل البيت أو من أهل العامة أو من السنة العاديين، في بيئة ناصبية تنصب العداء لآل بيت رسول الله ولشيعته، وكتب كتاب لقد شيعني الحسين. يقول أنا قدرت أتجاوز كل الخلافات اللي بين المدارس الإسلامية، لكن يقول وصلت إلى واقعة كربلاء قلت ما أقدر أتجاوزها تجاوز الكرام. لكن قضية الحسين لم أهضمها حقيقة، وأثرت في مما جعلني أدخل في تجربة مساءلة هذا التاريخ. ابن بنت رسول الله حتى لو كان عنده اختلاف مع الحاكم يقتل بهذه الطريقة، يقطع رأسه وهو عطشان. هذين قتلتوه، ليش وصلت بين الناس وجسمه؟ ليش أجريتوا سنابك الخيول على جسمه؟ ليش قتلتوا أطفاله؟ في الرواية 50 طفل وطفلة سحقوا تحت سنابك الخيول عصر يوم عاشوراء عند الهجوم على الخيام. رضيعة ما سقيتوا ماي قتلتوه، ليش بعدين لمشتوا قبره وطلعتوه وقطعتوا راسه وخليتوا راسه الصغير على راسه الطويل؟ ليش؟ ما قدرت تجاوب.